السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غادي نوجد معكم المقارونيه بمذاق رفيسه. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم. نخليكم مع المقادير والطريقه وفرجه ممتعه. كنحتاجوا الوصفه ديال اليوم واحد نص ديال الدجاج اللي كيكون مغسول من قبل بالملحه والحامض، وكتبقى الكميه على حسب عدد الافراد. عندي واحد 4 كاس ديال الزيت البلديه، واحد الكاس ديال العدس منقي، واحد البصله مشنفه، واحد 3 المعالق تقريبا ديال القزبر ومعدنوس مقطعين، واحد المعلقه كبيره ديال الحلبه، عندي شويه ديال الثومه محكوكه، واحد 2 مطيشات كبار حتى هما محكوكين، شويه ديال الملحه، البزار، الخرقوم، واحد المعلقه صغيره ديال المساخن، ونص كيلو ديال المقارونيه. وكتبقى الكميه على حساب عدد الافراد، ويمكن لكم تختاروا اي شكل كتفضلوه. من بعد ما كيتقلى الدجاج مزيان كنزيد ليه الماء طايب بالقياس الكافي اللي غادي يطيب فيه العدس والدجاج، وغادي نزيد العدس من بعد ما كنغسلوه هو والحلبه، وغادي نسد عليه الكوكوط ونخليه حتى كيطيب. من بعد ما كيطيب لينا العدس والدجاج كنحيد الدجاج، كنحتفظ به في واحد الطبسيل، وكنزيد 2 مطيشات اللي محكوكين، وغادي نزيد شويه ديال الماء طايب القدر الكافي اللي غادي يطيب ليا فيه المقارونيه، وكنخليه حتى كيبدا كيغلي، وغادي نزيد المقارونيه ونبقى نحركها مره مره حتى كطيب ونرجع مع
المكرونية ديالتنا من بعد ما حطيناها في طبق التقديم كتجي لذيذة وما تشبعوش منها. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها وتردوا عليا في التعاليق، وما تنسونيش من لي لايك، واللي اول مره كيشاهد القناه يتابونا ويفعل الجرس باش يوصلوا كل جديد. ومع السلامه في فيديو جديد باذن الله.